بصيت لقيت واحد كده من اللي هم ايه شباب المصريين الجمال قوي، جاي يقول لي ازيك يا استاذ؟ قلت له في ايه؟ قال لي ازيك؟ انا بحبك قوي يا استاذ، انا بموت فيك والنبي يا استاذ فرصه عايز امثل معاك. وانت على طول بتقول صبر ازاي عن الصراحه اللي بيشبهوا ولا تقول لهم ولا تمشي الدور؟ لا في حد قلت له لا مش انا، قال لي والله انت بتنكرني، طب امثل، طب شوفنا انا امثل. فيعني فرحت مشيتها له بقى، فعمل كام مشهد حلوين قوي، فقلت له لا ممكن الناس دي تدخلك للزعيم الحقيقي لكن انا الزعيم الصغير. لا احنا المواطن البسيط الصغير. انت عايزه تشوفي مشهد للفنان عادل امام انت تتذكره ولا حاطه في بالك؟ بحب له قوي مشهد دموع في الواقع، جميل قوي، مسلسل جميل قوي. يا دموع يا عيون واضحه، دموع وعيون واضحه مع بعض. لا هو المسلسل كده مسلسل مسلسل جميل جدا يعني، من ابرع الحاجات واجمل الحاجات اللي عملها عادل امام. اعمل مشهد ده نشوف مع بعض. انا عايز افهم انا ابو داوود، انا عايز افهم انا ازاي فين بعد القناه يا ابو داوود؟ يا نهار ازرق، امال المعلومات اللي كنت جايبها لكم عملتوا بيها ايه؟ ده انا كنت بقول لكم المعلومات من قلب المعسكرات، من بص بطل على الساكر يا جدع. ده انا حاطط لكم مصر في جيبكم. عملتوا ايه مصر؟ عملتوا ايه مصر يا ابو داوود؟ وفي نفس اليوم اللي منتظر فيه ان فاطمه تقوم من العمليه، انت خبر يا ابو يهز الدون يا جدع، انا هتجن يا اخوانا، بس كده. يعطيك العافيه احمد. انت رجعت لي قبل ما ندخل الاستديو ان انت شبيه الفنان عادل امام مش مقلد. لا انا ما بقلدش انا، يعني هو ده رباني يعني السنحه دي بتاعت ربنا، والله نبره الصوت برضه بتاعت ربنا، الشبه وعامل لي شويه مشاكل في الوسط فاهم الحكايه دي. ليش اشمعنى مثلا؟ يعني مثلا انا بروح مثلا حد يجيبني كده في دور على قدي، انا مش الزعيم يعني، فانا رايح امثل فيجي الراجل يقول لك لا مستحيل ده هيمثل يعني، ده هيطلع برضه في الكادر عادل امام. فبيقلق من الحكايه دي، لولا ان هو بيتفهم الموقف وبعمل مشهد قدامه بروفا مره واثنين ويعمل برضه معايا شويه ملاحظات وبعدين بعمل له شخصيه ثانيه خالص، يعني في التمثيل حاجه ثانيه خالص. يعني في التمثيل شخصيتك بعيده عن شخصيتك. لا كممثل لا، ما يعني انا بصي بتعب قوي علشان يعني ابعد عن عادل امام في التمثيل، لان السنحه بتاعت ربنا دي هي اللي بس انا سعيد. انت سعيد انا سعيد، بس انا قاعده اشوف صوره. الصوره دي نشوفها ويا بعض. ادخل عليها كمان. لا نجيب لي اياها بقى نوصلها يعني. هالصوره لك كوبي كانك عادل امام. هالصوره ايش قصه هالصوره؟ الصوره دي احنا كنا بنعمل مسرحيه، انا كنت واخد دور كويس قوي في المسرحيه، فالمنتج بقى قال لي انا عايز صوره يعني عادل امام. قلت له مفيش مشكله، رحت عند راجل مصوراتي، فالراجل مصوراتي بقى اهم حاجه عنده هيقبض قد ايه، فقعد بيصور فيا، فانا ظبطت نفسي قوي وبصور كده، بعد ما صور لي خلاص وبتاع، فبيقول لي اسم حضرتك؟ قلت له احمد امام، فما لاحظش اي حاجه، فدخل هو كان طالب لي قهوه، فدخل القهوجي وبعدين بقول له القهوه البيت، فالقهوجي بيبص كده على الكمبيوتر، يا نهار ابيض الاستاذ عادل امام. بس فالقهوجي هو اللي لاحظ الحكايه دي، فجه بقى الراجل اقسم بالعظيم ما هاخد منك ولا مليم يا عم، انا مش عادل امام. قال لي لا بس انت شبهه وانا بحب عادل امام. لا عروض تسوي لك مجانيه. شوفي اي سعاده في الحياه واي خير من ورا عادل امام، انا مدين لهذا الرجل. ليه؟ عشان انت شبيهه؟ انا مدين لان انا يعني في شريحه يعني من المجتمع جامده جدا، الشباب يحبوني جدا، بيقفوني في الشارع يصوروا معايا بنات شباب، وبعدين اي حد اول ما بهرج معاه بيقبل تهريج بسرعه، مش يعني الروح دي بقى بتاعت ربنا يعني مشابهه كل المصريين كده دمهم خفيف يعني والله كل العرب جمال، وانت كمان جميل. لا دايما المصريين معروفين يعني خفة دمهم، يعني مش انا اللي قاعده اقول لك، مش مجامله بقى يعني، فهمت ازاي؟ انت خلينا من الاعمال اللي انت الحين قاعد تحضر لها، في اعمال كوميديه انت قاعد تحضر لها؟ لا هو بصي انا عملت مسرحيه اسمها ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ولا حاجه. لا عملتها في اسكندريه الموسم اللي فات، وبعدين حتى كان فيها مواقف جميله قوي قوي. ليش مواقف ظريفه يعني؟ كنت بقف كده بعمل الشو بتاعي واخد السوكسي بقى، والاقي الجمهور كله بقى عادل امام، والاقي بقى الناس العرب واخواننا والمصريين والدنيا كلها جايين بقى يعني
عايزين يتصوروا معايا انا، فده كان بيسبب لي احراج ان هم يعني سايبين ابطال العرض المسرحيه جايين يتصوروا معانا. انا لو بدك اخذ على كل صوره اخذ مبلغ رمزي يعني. لا بص، حب الناس يكفي.